اكتر حاجات بكرهها جدا في المانيا. معروف هنا في المانيا انك لما بترجع ازازه فاضيه بيبقى عليها 25 سنت رهن، بيتخصموا منك لما بتروح تشتري المشروب، ولما بترجع الازازه اللي فيها المشروب بتاخد ال 25 سنت. بس الموضوع ده هنا في المانيا عمل لي عقده نفسيه، لان في ناس نشاطها اللي هي بتخرج بتجمع كنزات وازايز وتروح ترجعها في اخر اليوم، هو ده نشاطها وهو ده اسلوب حياتها وهو ده شغلها هنا في المانيا. فيخليك ماسك مشروب يشوفك كده من بعيد يقوم جاي عليك، وتلاقيه قام جاي عليك كده وقام واقف جنبك ويبص لك، فانت تبص له تقول له ايه يا عم في ايه مالك، فتلاقيه مشاور لك على الكنزاوي ويقول لك خلصت المشروب. فانت في الحاله دي بيبقى قدامك رد من الاثنين، يا يا لا. لو انت قلت له واستزوقت وسبت له مثلا نص المشروب واديته له، هتلاقيه بكل بساطه خد منك المشروب وقام دلق نصه وقام ماشي. انما بقى لو انت قلت له لا لسه ما خلصتش المشروب لسه فيه، فهتلاقيه بكل بساطه قام جه فضل واقف جنبك كده لحد ما تخلص المشروب بتاعك. فمش هيبقى قدامك حل غير حاجه من الاثنين، يا تمشي وتسيب له المكان، يا اما تديله المشروب وتستعوض ربنا فيه.